هاي يا جماعه، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من اخر فيديو. قبل ما ابدا الفيديو ده، اللي ما شافش الفيديو اللي فات يروح يشوفه، علشان الفيديو ده تكمله للفيديو اللي فات وفيه معلومات اكتر عن الجامعه، فهتلاقوا الفيديو تحت في الديسكربشن بوكس. فكره الفيديو النهارده ان انا هرد على الاسئله اللي اتسالتني على الفيديو اللي فات، هقول معلومات اكتر وكمان هقول حاجات انا لسه ما قلتهاش برضو تعرفوا كل حاجه. هتكلم عن السكن وهتكلم عن نظام الدراسه والمواد والكليه قد ايه وليها تكليف ولا لا. كل الاسئله اللي تيجي في بالكم انا هرد عليها في فيديو النهارده، وهقول لكم برضو ازاي نلاقي سكن وايه الفرق بين زايد وجمصه زي ما قلت في الفيديو اللي فات. من الاخر هقول لكم ازاي تختاروا كل حاجه والتخصصات والحاجات دي كلها. بس قبل ما ابدا الفيديو طبعا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده اهم حاجه، وسبسكرايب وكومنت حلو زيكم. وبس كده، يلا نبدأ فيديو النهاردة. عندي هنا أسئلة، أنا هقلب وهشوف الأسئلة اللي انتوا سألتوهاني عن الجامعة وهرد عليها. فأول سؤال بتقولي: حبيبتي ربنا يبارك لك، عايزين نعرف السكن الجامعي نظامه ايه وأسعاره ايه بعد إذنك. السكن يا جماعة الجامعي أنا ما انصحش ان انتوا تقدموا عليه، لأن ممكن يكون بيدفع بالترم، اللي هو مثلا الترم مثلا ب12,000، لا مش عارفة ايه، فانتوا ممكن ما ترتاحوش. كمان السكن الجامعي ده في زايد، بدل ما تاخدوا سكن جامعي وتضطروا تدفعوا الترم كله، فانا من رايي ان انتوا لو هتاخدوا في زايد تاخدوا السكن العادي، تاخدوا السكن اللي هو بتكلموا مثلا صاحب الشقه وانتوا بنات، مثلا الشقه 3 اوض فكل واحده بتاخد اوضه. فبالنسبه لي السكن الفردي والعادي احسن من السكن الجامعي، مش في حاجه، بس ان السكن الجامعي بتدفعوا فلوس اكتر وكمان بتقدموا عليه، وعلى ما يجيلكوا الرد خلاص احنا بنكون اصلا في الدراسة. فانتوا من رأيي ما تاخدوش سكن جامعي. ممكن تكلمينا عن هل الكلية ليها تكليف ولا لأ؟ الكلية يا جماعة اكيد ليها تكليف، الكلية ليها تكليف، يعني مفيش نقاش في الموضوع ده. حتى ممكن تعملوا سيرش وتعرفوا ان هي فعلا ليها تكليف. ومنهج الفيزياء اللي بيتم تدريسه في الكلية، وهل هو نفس منهج الفيزياء تالتة ثانوي وكذلك الكيمياء، وهل لازم اكون متقنه الانجليزي كويس قبل الكليه ولا لا، وايه عيوب الكليه. طيب السؤال ده فيه كذا حاجه، يعني هو كذا سؤال في بعض. اول حاجه الكليه ليها تكليف. تاني حاجه منهج الفيزياء ده معظمه حاجات قديمه، بس مش الفيزياء اللي احنا عارفينها، مش الفيزياء اللي هي المسائل الصعبه والحاجات دي كلها، لا. احنا معظم الفيزياء عندنا تعريفات، وفي المسائل حاجات، يعني انتوا مثلا بتاخدوا قانون بتحلوا عليه 100 مسألة هو نفس القانون، فاللي هو حاجات بسيطة جدا، مش اللي هو الفيزياء كلها. فاهمين قصدي؟ يعني تالتة ثانوي واخدة كل الفيزياء، لا احنا عندنا في الجامعة بناخد الحاجات اللي هتفيدك في تخصصك بس، مثلا الاشعه زي الاكس راي، الموجات الصوتيه، الحاجات دي كلها. وكذلك الكيمياء بتاعه الجامعه من اسهل المواد انتوا هتاخدوها. الكيمياء عندنا حلوه جدا في حاجه، ان احنا في المعمل بناخد حاجات، مثلا احنا بناخد عينه فاحنا عايزين نطلع كونديشن، بنطلع الاودر، بنطلع اللي هو الحاجات اللي هي مثلا الريحه وشكلها ايه وملمسها ايه، الحاجات دي كلها طبعا بنتعلمها واحده واحده في المعمل. الدكتوره بتشرح وبتقولك لو كانت كذا تكتبي كذا، لو كانت كذا تكتبي كذا، فانت خلاص انت يا دوب بس بتحفظي دي هتبقى كذا فانا هكتب كذا. تعملي عينات معاها، بس طبعا الكيمياء في الترم الثاني مش في الترم الاول. بتعملي عينات معاها، ولان في العملي هتمتحني على اللي انت عملتيه ده، ومن اسهل بجد من اسهل المواد. بالنسبه للنظري هو اللي ملخبط شويه. وهل لازم اكون متقنه في الانجليزي كويس قبل الكليه ولا لا؟ لا خالص. الكليه دراسه انجليزي والمفروض ان الشرح انجليزي، بس احنا عندنا الدكاتره بيسهلوها علينا فبيشرحوا بيتكلموا عربي وانجليزي، يعني اللي هو بيقولوا الكلام انجليزي ويترجموه كمان بالعربي. فانت لو قاعده معاكي الكتاب وبتكتبي ورا الدكتور مثلا الترجمه على الكتاب، خلاص فهمتي المحاضره ترجمتيها، هتروحي تذاكري خلاص، انت مش محتاجه حاجه تاني. فانتي لا، مش محتاجه ان انتي تكوني متقنه انجليزي، غير ان انتي بس تبقي بتعرفي الترجمه، بحيث ان انتي في الاسئله بتاعه الامتحانات تعرفي السؤال بيقول ايه. غير كده مفيش اي حاجه تانية ممكن تعمليها. ازاي بقى ان احنا نستغل الاجازه دي عشان قبل الكليه، لو انتوا ناويين تدخلوا الكليه وعايزين فعلا تتكلموا انجليزي كويس، حتى لو مش تتكلموا انجليزي في الكليه بس عشان نفسكم، ومش الانجليزي بقى اللي هو اللي احنا بنتعلمه، لا انجليزي في الحياه عموما. فانا هقول لكم ان انتوا تجيبوا الكتاب ده، الكتاب اللي هو ده، اكيد انتوا عارفين الكتاب ده،
بتاع فيروز الجندي. الكتاب ده يا جماعه فيه 6000 جمله في الانجليزي في حياتنا عموما، اللي هي الجمل الشعبيه بتاعتنا اللي احنا بنقولها كل يوم، مش الجمل اللي هي مثلا بالعربي مش عارفه ايه، ممكن وطوا التلفزيون، قصدك ايه، انت بتقول ايه، اسمعني كويس، جمل زي دي. ما تقولش كده يا راجل، الحاجات دي يعني. بصوا في حاجات كتيره جدا، فانتوا ممكن تجيبوه. هو الكتاب ده كان عامل 350 جنيه تقريبا، يعني حاجه في الرينج ده، مش عارفه دلوقتي بصراحه عامل كام، بس تحفه يا جماعه. ده لو انتوا بقى عايزين بجد تستغلوا الاجازه ويكون مستواكم في الانجليزي كويس، فانتوا هاتوا الكتاب ده، اطلبوه هاتوه، بجد هيفيدكم جدا. انما الكليه لا خالص، انت مش محتاجه تتكلمي انجليزي، حتى لو ما بتعرفيش اي كلمه في الانجليزي، انت اصلا بتاخدي في الترم الاول بتاخدي كورس انجليزي بيعلمك كل حاجه من الاساسيات، برضو مش زي الانجليزي اللي احنا بناخده عامه، لا انجليزي تاني خالص. انتوا بصوا هتيجوا تتفاجئوا. ايه هي عيوب الكليه؟ سؤال حلو جدا. طبعا انتوا عايزين توقعوني بقى وان انا اقول عيوب في الكليه بتاعتي ويمسكوني، لا يا جماعه. بصوا، هو انا بالنسبه لي بصراحه ما فيش عيوب في الكليه. اللي انتوا ما تعرفوهوش ان الكليه حلوه جدا، انتوا بس مجرد ما تدخلوها يا جماعه تحسوا ان انتوا ماشيين كده في كومباوند مليان بقى شجر وزرع وحاجات تحفه. بالنسبه للشكل فيها حلوه جدا. بالنسبه انا بتكلم عن الجامعه عموما، احنا عندنا العميده دكتور رشا، يعني قمر فوق القمر، يعني مش قادره اقول لكم. انا ممكن احط لكم صورتها معايا هنا، بجد طيبه جدا، محترمه جدا، بتحب التصوير قوي. يعني انتوا لو جيتوا كده تصوروا معاها، هي ممكن توقف كل حاجه بس عشان تصور معاكم. بتحب تصاحبنا جدا. انا شايفه ان العيب الوحيد في الكليه، وده عيب مش مؤثر علينا خالص، ان الكليه لسه ما خلصتش لان هي لسه جديده. يعني مثلا السقف لسه ما تركبش كله، الحاجات دي، الاسانسير لسه ما اتعملش، يعني بيجهزوا في كل الحاجات دي، بس كل حاجه بتاخد وقت. فلسه دي الحاجات اللي اعتقد ممكن تكون مش مظبوطه شويه، بس مش مؤثره علينا في اي حاجه. انما من ناحيه اي حاجه تانية فلا، الدكاتره متعاونين معانا جدا، بيشرحوا بضمير، لما بنسال عن حاجه بيرجعوا يعيدوها، فكل حاجه ماشيه تمام. حتى احنا كمان متعاونين مع بعض. يعني انتوا برضو لما تدخلوا بالذات سمستر 2 فانتوا هتعملوا مشاريع وحاجات. انا ممكن احط لكم صور للحاجات اللي احنا عملناها في سمستر 2. في سمستر 1 بقى بنعمل لوح وحاجات كده. يعني المهم ان احنا نتعاون مع بعض كلنا. الدكاترة برضو متعاونين معانا جدا، كل حاجة هتلاقوها لذيذة وحلوة، وعندنا ندوات، عندنا أنشطة طلابية وحاجات كده، هتعرفوا كل حاجة. وطبعا بالنسبة للكتب بتاعة المواد، يعني ان انتوا تجيبوها منين، كذا مكتبة في جمصة، وفي برضو مكتبة او 2 في زايد. فانتوا بتروحوا بتطبعوا الكتب، بس بتاعة جمصة يعني ما بتاخدش فلوس كتير، اللي هي مكتبة اسمها مكتبة اسلوب في شارع كنتاكي. لو بقى انتوا عايزين توفروا وانتوا مش مقتدرين ماديا ان انتوا تصرفوا فلوس في الكتب، مع انها بتبقى تصوير وبتبقى فلوسها اقل، انتوا ممكن تاخدوا من الدفعه اللي قبلكم. يعني بيبيعوا لكم كتب، مثلا الكتاب ب20 جنيه باي حاجه، او تاخدوها كده لله. يعني ممكن تسالوا وتعرفوا. السؤال اللي بعد كده، مده الدراسه قد ايه؟ مده الدراسه بتكون 4 سنين. لو واحده بتقولي هل دي غير الدلتا؟ اكيد غير الدلتا. احنا عندنا الدلتا منصوره اهليه، منصوره جديده، فاحنا اللي في النص. يا جماعه في تعليقات حلوه قوي، حلوه قوي بجد، يعني مش اسئله بس، تحفه بجد، انا بحبكم قوي. انتوا سالتوني برضو عن برامج المونتاج اللي انا بستخدمها، فانا هحط لكم تحت في الديسكريبشن ازاي نستخدم البرامج دي، اللي هو انشوت وبيكس ارت. هحط لكم فيديوهات للناس بتشرح عنهم، لان بصراحه مكسله اعمل فيديو شرح عنهم، وده مش المحتوى بتاعي، فهحط لكم تحت في الديسكريبشن للي حابب يشوف. طيب نظام الدراسه هيكون عامل ازاي؟ احنا عندنا يا جماعه حاجة اسمها ساعات معتمدة. ساعات معتمدة يعني ايه؟ يعني مثلا عندنا مادة بساعة، مادة بساعتين، مادة ب3 ساعات. المادة بساعة سعرها كذا، ساعتين سعرها كذا، و3 ساعات كل مادة ليها سعرها. الساعة او ساعتين او 3 دول بيبقوا ايه؟ دول مش ساعات الامتحان. يعني متقوليش ان المادة 3 ساعات امتحان، لا، هي السعر بتاع المادة بيحدد ساعتها. يعني مثلا مادة زي الفارما ساعتها 3 ساعات يعني ب3900 جنيه، ده عندنا احنا. فانتوا مادة الفارما لما تيجوا تاخدوها ممكن تبقى مثلا ب4000 او حاجة زي كده، لان انتوا مصاريفكم اغلى مننا. المادة بساعة مثلا ب1300 جنيه، فالساعتين بتزودوا كمان 1300.
فالفكرة ان انتوا الساعات المعتمدة دي مثلا لو لا قدر الله شلتوا حاجة، انتوا ما بتيجوا بتمتحنوا ازاي؟ مثلا انتوا اتفتح لكم 9 ساعات، فانتوا شايلين مادة بساعتين ومادة ب3 ساعات، فكده معاكم 5 ساعات هتمتحنوهم، فلسالكوا 4 ساعات تانيين. فاهمين قصدي؟ لو بقى انتوا خلاص معاكم مواد كتير، بتاخدوا بس 9 ساعات، بتختاروا المواد اللي هي الأساسية اللي انتوا لازم تاخدوها الأول، والمواد التانية بقى في السمر الجاي بتمتحنوها عادي جدا، على حسب برضو الساعات اللي هتتفتح لكم وعلى حسب المواد اللي هتتفتح لكم. فالموضوع سهل جدا، مفيش سقوط، انتوا بس مجرد ما بتشيلوا مادة بتمتحنوها تاني، سقطتوا فيها بتمتحنوها تاني، المهم يعني لحد ما تخلصوها، فمفيش داعي للخوف ولا كده. طيب بالنسبة بقى للسكن وازاي نلاقي سكن، اول حاجة قلت لكم ان احنا عندنا حاجتين، يا اما زايد يا اما جمصة. ايه الفرق بقى بين زايد وجمصة؟ هتكلم معاكم الاول عن زايد. زايد بتكون ميزتها ان هي ورا الجامعة على طول، لو بوابة الجامعة هي وراها على طول. زايد فيها ايه؟ فيها مطعم كده اكل وحش، وفيها سوبر ماركت كويس، وفيها 2 سوبر ماركت، وفيها جوامع عادي اللي هي المساجد، فيها مكان حلاق، وفيها سنترال، وفيها مكتبة، بس ما فيهاش صيدليه، ودي العيب اللي فيها ان هي ما فيهاش صيدليه. زايد مفتوحه كده، اللي هي العمارات بس مفتوحه للصحراء والبحر، ف يعني لله. المميزات بتاعتها زي ما قلت لكم ان هي ورا الجامعه على طول. فيها عيوب، فيها عيوب. هي ايه؟ ان هي فيها حراميه، مش امان قوي زي جمصة، كمان ما فيهاش نت، مش كلها فيها نت، بس ما فيهاش نت ارضي خالص، يعني فيها نت هوائي بس، وبيكون وحش جدا. فلو انتوا عايزين تاخدوها ليها برضو مميزات تانية. لو انتوا هتاخدوا فيها ان هي مثلا هي بتكون 3 اوض، كل واحد ليه اوضه لوحده، فيها سرير، فيها دولاب، فيها مكتب، فيها مروحه، بتقعدي براحتك خالص، مالكيش دعوه باي حد، فانت قاعده في اوضتك لوحدك بتذاكري، ما وراكيش حاجه غير المذاكره اصلا، متعملش اي حاجه تانية. جمصة بقى مميزاتها كتير جدا، ان هي فيها كل الخدمات، مطاعم، كافيهات، بحر، اي حاجه انت عايزاها بتلاقيها في جمصة. طبعا هي مغريه جدا، فيها كل الاماكن اللي انت عايز تروحيها. السكن بتاعها اغلى من زايد، يعني زايد مثلا الشقه ب3000 3600 كده، جمصة من بقى 3.5 لحد 4 لحد 5 لحد اغلى كمان. فانا من رايي ان انتوا لو هتيجوا تاخدوا شقه، خدوا شقه ب4000 او 3500، متاخدوش باكتر من 4000، لان في حاجات تانية انتوا ملزومين بيها، زي انبوبه، زي نت، زي كهرباء، زي ميه، حاجات كتيره جدا. في زايد الاوضه ب1000 1200 1300 اكتر حاجه، يعني ما تاخدوش اغلى من كده. الاحسن برضو ان زايد بتوفروا مواصلات، يعني احنا عندنا في جمصة اما بنقعد فيها المواصلات بتاعتنا بنركب يا اما باص يا اما عربيه سيرفيز، بتبقى مخصصه للجامعه. دي بتبقى مثلا ب8 جنيه رايح و8 جنيه جاي، اللي هو 10 دقايق ربع ساعه توصلي الجامعه. فلو حسبتيها هتبقى في شهر بحوالي 700 وحاجه، فانت هتوفريهم لو انت قاعده في زايد. فانت بقى وذوقك. تمام. طيب ازاي نلاقي سكن اصلا؟ في جروبات كتيره قوي على الفيس، هحط لكم اساميهم على الشاشه عشان لو حابين تكتبوا بوست فيها لما تيجوا يعني بعد ما تقدموا كده، لو عايزين بنات يسكنوا معاكم وبتقولوا محتاجه مثلا انا بنوته ومحتاجه اسكن في جمصة مثلا بسعر كذا، مش عارفه ايه، في المكان الفلاني. الاماكن اللي انتوا تسكنوا فيها في جمصة يا جماعه، يا اما كنتاكي يا اما هدير، يعني في شارع كنتاكي او هدير وفي المحيط اللي بينهم، غير كده ما تسكنوش فيها، لان بجد مش عايزاكم تسكنوا في حته بعيده عن الاماكن اللي فيها عربيات وفيها باصات. فبس دي كل الحاجات اللي انتوا محتاجين تعرفوها عن السكن. طبعا انتوا ليكوا حريه الاختيار، يا اما تسكنوا في جمصة يا اما تسكنوا في زايد. زي ما قلت لكم في جروبات كتيره على الفيس، وكمان في جروبات على الواتساب هتلاقوها فيها ناس كبيره عنكم، ممكن برضو تاخدوا سكن معاهم. يعني الكلام هيجيب بعضه والموضوع هيجيب بعضه، ما تستعجلوش على حاجه. واحسن حاجه ان انتوا لما تيجوا تكتبوا على الفيس تكتبوا ان انتوا عايزين من المالك مباشره او تاخدوا مع بنات، والبنات ما يكونوش واخدين من سمسار، لان السمسار بياخد فلوس كتيره جدا، يا اما من شارع، يا اما السمسار اللي بقى في الشارع بيكون جايب معاه 3، ويا اما السمسار اللي في العقارات برضه في مكتب عقارات بياخد شهر كام، ممكن ياخد مثلا 4000 2000 كتير قوي يعني. فانا
غلطت غلطة ان انا كنت واخدة من مكتب عقارات، لان انا رحت لوحدي ادور 3 ايام ورا بعض وانا معرفش حاجة في جمصة، فعشان كنت في البداية فما كنتش عارفة اعمل ايه. بس بعد كده خلاص عرفت واتعودت وعرفت بقى هجيب سكن منين وكده. فبس لو عجبكم الفيديو طبعا ما تنسوش تعملوا لي لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان تشوفوا فيديوز اكتر. ولو عندكم اي سؤال تاني اكتبوه لي برضو وانا هجاوب عليه. واستنوا الفيديوز الجايه حلوه جدا، وهعملكم فلوجز في الجامعه. انا خلاص يا جماعه اشتريت الاوتفيت بتاع التربيه العسكريه، هوريهولكم طبعا في وقت مناسب. وبس بحبكم جدا واشوفكم في فيديو جديد.